كلهم بيقولوا لي روتين لا روتين لا روتين لا روتين لا ليه؟ ما الروتين حلو اهو. النهارده هنعمل بقى روتين تنظيف، شايلين الفرش زي ما انتم شايفين، وقلت بقى ايه اطلع انضف معاكم. النهارده هنعمل اكله حلوه اللي انتوا قلتوا لي عليها ايه، المحشي معجن المحشي معجن المحشي مش معجن. ما يعرفوش حاجه، ما يعرفوش حاجه، انتوا مش عارفكم انتوا. عايزه اقول لكم ان المحشي اللي محطوط فيه لحمه او محطوط فيه زفر طير يعني بيبقى فيه بهريز، هو اللي بيبين ان المحشي ملزق، بس هو بيبقى لين مش بيبقى ملزق. النهارده بقى هنعمل اعاده للمحشي زياده عليهم ايه روتين التنظيف. النهارده عندنا غسيل قد كده هنغسله مع بعض. بصوا غسيل قد ايه، عندنا سجاد هنغسله مع بعض، عندنا بقى ايه شويه حاجات وترويقات للاوكر وكده هنعملها مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم خلطه السلق بتاع الكرنب اللي انا جايباه صغير، اي نعم بس ريق الكرنب حلو يعني. انا لما جبته المره اللي فاتت عجبني جبته تاني اهو، من نفس الراجل اللي بيلف، نفس الغيط، من نفس غيط الكرنب. سلقت الكرنبه زي ما انتم شايفين اهو، حتى الورق المكرتع اللي فيها بيبقى مكرمش كده بس بينفع ينعمل صوابع. عايزه اقول لكم ان انا جربت تجربه الميكروويف، ظبطت وكل حاجه ورقت وكل حاجه، بس مش حلوه زي السليق. يعني انا لما جربت تجربه سلق الكرنب من غير نقطه ميه في الميكروويف نجحت وكل حاجه وكانت حلوه، بس مذاق الكرنب كان احلى وطعم الكرنب كان احلى وهو مسلوق. معرفش بقى عشان انا متعوده على القديم ولا عشان انا اول مره اعمل في الميكروويف. عايزه اقول لكم برضو اللي كان بيسالني عن التكميم، الفيديو الجاي اللي بعد ده على طول اوعدكم ان انا هتكلم عن كل خصائص التكميم، حلوها ووحشها ومرها وكل حاجه فيها، لان بجد انا ما كنتش حاسه بنفسي في اول شهر. تاني شهر وحش جدا. عايزه اقول لكم عن المساوئ اللي انا مريت بيها وعن الحاجات الكويسه اللي انا مريت بيها برضو. يعني مش كله حلو لا، نفسيتي زفت يعني ايه. مش عايزه اقول لكم يعني نفسيه وحشه جدا في الشهر الثاني. اي نعم واطبع على الفيتامينات، على فكره واطبع على الفيتامينات ما فيش وقوع للشعر. عايزه بقى ايه احكي معاكم بس في الفيديو الجاي، لان الفيديو ده روتين. هنعمل النهارده المحشي مع بعض خطوه بخطوه زي ما انتم شايفين. شايله الفرشه اهو وعندي غسيل وبس ما عنديش مواعين. اي نعم دي مواعين المحشي بس يعني لسه ما حوشتش مواعين، انا غاسله امبارح بالليل. عايزه دلوقتي معاكم على ما الكرنبه تتسلق كده واشيل رقه. طبعا السكينه بتاعتي الحلوه ربنا يخلي لي يوسف ابني كسرها. عمركم شفتوا حديد يتكسر؟ اهو كسرها. يوسف فلق الحديد. ابني بقى فلق الحديد. هضطر انا بحب اعمل المحشي في الكبه. اي نعم البصل في الكبه قصدي، ما بحبش اعمل الخضره في الكبه. هضطر اعملها في الكبه عشان خاطر السكينه بتاعتي. فين بقى اللي هي هنا؟ والله دورت عليها علشان خاطر السكينه بتاعتي بايظه. بس لما بتحط الخضره بتثبت. الخضره اهي. كان عندي عودين في التلاجة دبلانين، قلت ما منهمش خساره. تعالوا نطلع الكرنبه الاول اللي هتبوظ دي. والله انا باكله نيح لما باكله طري. يعني مثلا واحنا بنحشي كده هات لي سبع يا ماما. هاتي سبع يا ماما، العيال ما يجيلهاش انتفاخات. عايزه اقول لكم الحلو في التكميم والوحش في التكميم. انا مريت بالحلو، ساعدني استنى انا عشان خد الطبق الصغير. بالحلو والوحش. تعالوا يلا ندردش. خد من ايدي لو سمحت. دخل ده جوه، انا اسفه جبته معايا بالغلط. مكونات. وريتكم الخضره اهو، ضربتها في الخلاط قصدي في الكبه. تمام. ادي الكرنبه اهي. هتبصوا على الاسود ده كان محروق حرق في الكرنبايه نفسها. يعني الكرنبه مش وحش، الورقه نفسها مطل اتحرقت، التاجر قال لي كده، انما هي كويسه مش وحش. تعالوا مع بعض بقى ايه لو سمحت هات الصاجه الكبيره يا يوسف. عايزه اقول لكم بقى الحلو في التكميم والوحش في التكميم. التكميم مش وحش تمام، الوحش اللي فيه الفتره اللي احنا ما بناكلش فيها، اللي هي نهين الفتره اللي هي اول 15 يوم، ودول عدوا عادي تمام، عدوا كل الايام كده بتعدي. الاوحش من ده ومن ده بقى في التكميم ان تاني شهر بيحصل حاله اكتئاب
مميتة، حالة اكتئاب قاتلة. بيبقى الاكتئاب عن ايه؟ انا بقي مش عايز ياكل او بطني مش عايزة تاكل، اللي عايز ياكل مخي مشتهي الاكل. تيجي تاكلي تبص تلاقي نفسك اتزحمتي، تزهقي، فنفسيتك تزعل، فتتحسري على نفسك وتقولي ان ايه اللي انا عملته في نفسي ده، لا انا كنت الاول احسن، ده انا كنت الاول باخد يوم فري. عايزه اقولك ان انت تقدري تتغلبي على ده اول ما تقومي تبصي لنفسك في المرايه. يعني التكميم الحلو بتاعه اكتر من الوحش بتاعه. اي نعم انا لسه في المرحله بتاعه الشهر التاني، لسه ما عدتهاش، وعايزه الفت نظركم برضو انكم ما تقلقوش من قله نزول الوزن في الشهر التاني. الجسم بيعند، بيقول انا ايه اللي جرالي، انا كنت متعود ان انا بيخش لي طاقه يوميا مش اقل من 5000 سعر حراري، مش اقل، يمكن اكتر، يمكن 5000 دول في الوجبه الواحده. انا ايه حصل لي؟ فيقوم يعند وما يخسش قوي، او يمكن ما يخسش خالص. في الشهر الاول بتنزلي مش اقل من 10 كيلو لو انت وزنك تحت 100. انا كان وزني تحت 100، مش اقل من 10 كيلو. تمام. بعد كده بتنزلي في الشهر التاني كيلو 2 بكتير خالص. ليه بقى؟ الجسم بيبقى مستغرب اللي حصله وبيعند وبيوقف حرق. بس احنا برضو ما بنسكتش. تمام. بنلعب رياضة اللي هي الرياضة العادية. لو انت مثلا ساكنة في الدور الثالث انزلي اقضي، ما تركبيش الاسانسير. مثلا اتمشي شوية بالليل. المشي بيحسن المزاج وبيحسن النفسية وبيضيع الاكتئاب على فكرة. واخرجي واقعدي مع الناس، واعملي شوفي مثلا اخواتك بيجوا امتى، روحي اقعدي معاهم، كل ده بيحسن النفسية. عايزة اقول ان الادوية بتاعة التكميم مفيش ادوية قد كده. كل الادوية اللي بناخدها هو فيتامين اسمه فيوجن ب2100. الفيتامين ده بيخلص بيكفي شهر ونص. الفيتامين بيكفي شهر ونص. طيب بالنسبة الفيتامين هنمشي عليه العمر كله؟ لا مش هنمشي عليه العمر كله. يمكن احنا بناخده بس في الشهور الاولى، اول 6 شهور، لغاية ما معدتنا تبتدي تستوعب الاكل والجسم يبتدي يتعامل بكفاءة احسن من الاول. عايزة اقولك ان ناس كتير التكميم بالنسبة لهم رجع حياتهم. خلاص اهو دفنا الفرخة جوه المحشي كالعادة. تعالوا قولوا لي بقى ايه المحشي صوابعه صغيرة والمحشي صوابعه كبيرة. مش لعب عيال هو، بس احنا ما بنلعبش. كان ابويا الله يرحمه يعرف ان احنا اللي حاشين المحشي من منظر الصوابع الرفيع، ما كانش بيحب الصوابع الرفيع. والورقة اللي فيها عرق ده ارميها يعني، ده الورقة وهي ملفوفة فاضية، وهي ملفوفة فاضية تخين، ما بالك بقى وهي فيها رز. عايزة اقول لكم ان احنا بنعرف نعمل المحشي الصوابع الرفيعة والصوابع الصغيرة، بنعرف نعمل كل الطرق. واللي كنت خايفة منه حصل والكهرباء قطعت. عايزة اقول لكم ان سمك المحشية نفسه الورقة لها سمك. يعني احنا لسه ما وصلناش للمحشي الفلاحي ابو ورق رقيق، لسه ما نزلش، ما جاش عندنا. المحشي اللي جه عندنا واللي طلع المحشي اللي هو شبه الكابوتشا ده. اشتريته الصبح على الساعة 11 كده، وابتديت شغل فيه من الساعة 1. خلصنا اهو، يعني من السليق حشو. لا للقلية للتفصيل. يعني انا مفصلة بس مش كله لان الكرنب طلع كتير، الورق كتير، هشيل شوية المرة الجاية في الفريز. احنا مش زي عندكم في البندر بقى بنعمل في يوم ونحشي في يوم عشان الرواقة وكده والوقت ما يسعناش. لا احنا بنجيب كله طازة في طازة، كل وقت بوقته. خدوا بالكم ان انا عايزة المية توصل لنص الحلة بس. انتي اللي جميلة يا روحي. المية توصل لنص الحلة بس. دي ريحة بنانة حلوة عشان خاطر ما يطلعش لين اهو زي ما انتوا شايفين. ده المرة اللي فاتت كان زي العسل. وما كانش المية كمان كتير. بتاع اهو الاندومي يا ما ماما. غطناش حتى ولا بتاع المحشيات. الاندومي. هنرجع بقى نشيل دي كده. شيل يلا يا يوسف، هاتي حبيبي. بصوا بقى، بصوا المحشي بعد ما يستوي باذن الله هبقى اوريكم. يوسف اهو راح يحط الحله على النار يخلص. الحبه اللي باقيين دول بقى هشكلهم مع شويه عروق هيبقى حلو.